عمر كمال. عمر كمال عنده 29 سنة، وحرفيا من أحسن باكات يمين حرفيا دلوقتي بيلعبوا في مصر. طيب جميل، عمر كمال مبدئيا كده عايز يجي النادي الأهلي بأي شكل من الأشكال. عنده 29 سنة، عايز يجي النادي الأهلي، والنادي الأهلي عايزه في الوقت الحالي. كلام جميل، كلام جميل. طيب فيوتشر مش عايز يديه للنادي الأهلي ليه؟ ليه؟ علامة استفهام غريبة أوي 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 أوي. أنت متخيل إن فيوتشر واخد منك سعد سمير، مروان محسن، ناصر ماهر، كريم نيدفيد، غير اللعيبة الناشئين. طب ليه إدارة فيوتشر عاملة كده؟ يعني أنا لما جيت تاخد بوبو برضه ما رضيوش، وقال لك هتاخد اللاعب ده هتدفعوا فلوس وتاخد منكم 3 لعيبة، ليه؟ دلوقتي عايزين عمر كمال برضه مش عايزين يدوه النادي الأهلي. الراجل حلمه إنه يلعب في النادي الأهلي. هو بيقول لك أنا عندي 29 سنة، هلعب إمتى في النادي الأهلي؟ أنا نفسي ألعب في النادي الأهلي. طب يعني عايزين نفهم بس إدارة فيوتشر بتعمل ليه كده؟ يعني هو الأهلي مش مقصّر معاكم، يعني غريبة بصراحة. يعني أنا باكلمك قُلت شُفت المجموعة اللي أنا قُلتها ديّة غير الناشئين اللي بيدّوها لك، يعني الأهلي يعني عامل معاكم فوق الصح. أنت فرقة طلعت جديد قال لك خُد يا باشا، ادّاك يعتبر فرقة تانية من النادي الأهلي، خُد. وفرقة خبرة وفرقة تقيلة، والماتش قدّام بيبقى قدّام أنتم فين دلوقتي؟ أنتم مركز كام؟ مركز تاني. يعني ومعظم اللعيبة من الأهلي، وفي لعيبة من الزمالك، وفي لعيبة، يعني الأهلي مش مقصّر معاكم. طَب أنتم ليه بتعملوا كده؟ يعني حرفيًا غريبة. يعني أنت مثلًا واخد مثلًا إن أنت لمّا دخلت الدوري، فأنت خلاص لأ أنا مش هادّي ولا لاعب للنادي الأهلي أي لاعب، ولو ما ييجي هاعجّزه مثلًا اللاعب ده ب50.000.000 والّا 100.000.000 عشان ما ياخدوش. إيه يا عم في إيه؟ ما إحنا عايزين نفهم بس. بس ده مش تفكير اللي هو الكرة العالمية مش كده، الكرة الحديثة مش كده. ده الأهلي يعني المفروض اللي باقول لك مقدّم كتير أوي ليكم أنتم بالذات. يعني سبحان الله، يعني يمكن من أكتر فرقة واخدة من النادي الأهلي لعيبة كتير. أنتم كده الموسم اللي فات عملتوا في صفقة بوبو كده وكان الأهلي محتاجه برضه، ودلوقتي بتعملوا كده في عمر كمال. طب إيه الفكرة؟ تبقى خلاص يبقى الأهلي بعد كده ما الأهلي بقى ولا يدّيكم لعيبة ولا أي حاجة، ولو أي لاعب هو عايزه هيستناه لمّا عقده يخلص وهياخده بقى غصبٍ عنكم. أو بقى زي ما أنت فاهم بقى الفكرة بقى، اطلع يا ابني على أي دولة خليجية وبعد كده الأهلي يجيبه. ما أنت عارف اللعبة. طب ليه؟ ليه ودنك منين يا جحا؟ ليه؟ ما إحنا ممكن نروح نجيب أحمد رفعت دلوقتي. برضه أحمد رفعت السنة اللي فاتت برضه نفس الكلام. ما يعني ومش لازم حوريني يا كيكة. ما تمشّيها كده، مشّيها يا باشا. شوف أنت عايز كام، هو عرض وطلب. ده بكام؟ ب20.000.000 خلاص يا باشا أنا هادفع فيه 15، 17 خلاص أمين. إنما ده بكام؟ لأ ب100.000.000 ومش للبيع. إيه يا عم؟ ما فيش كده. أو ال100.000.000 وهاخد قصاده 2 لعيبة كمان. ليه؟ مش للدرجة دي يعني. إحنا محتاجين لعيبة في الوقت دوّة، لإن النادي الأهلي داخل على كاس عالم، وداخل على في دوري وفي كاس وفي أفريقيا وحاجات كتير، فاللاعب بيعمل هيكل جديد للفرقة عشان يكمّلوا معاه كمان 3، 4 سنين، لإن اللعيبة حرفيًا استهلكت خلاص، اللعيبة مش قادرة. فإيه المشكلة؟ وبعدين هو عمر كمال هييجي يدّيني كام سنة؟ سنتين، 3 ومش هتلاقيه في نفس مستواه. باقول لك عنده 29 سنة، فأنت بتتكلم في إيه؟ غريبة بصراحة إدارة فيوتشر. يعني أنا أتمنى فعلًا هو يعني إن عمر كمال يكون في النادي الأهلي، لإن النادي الأهلي لمّا عرف إن رغبة اللاعب في الأهلي وفعلًا كولر عايزه، النادي الأهلي بيعمل كل حاجة عشان يجيب اللاعب. وإن شاء الله يكون عمر كمال موجود معانا في الفترة ديّة، ويلعب كاس عالم، يلعب في النادي الأهلي الفترة دي. بإذن الله يا عمر أنت موجود في النادي الأهلي، إن شاء الله، إن شاء الله. وكابتن محمود الخطيب اللي هيخش زي ما دخل في صفقة مروان، وهتكون موجود بإذن الله. أشوفكم دايمًا على خير، سلام.